السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل وأحلى متابعين، النهاردة هنعمل كيكة البرتقال وكمان في الخلاط، ولا أسهل ولا أبسط من كده، وريحة وطعم مميز جدا. وهقولك إزاي تطلع معاك اللون ده ومساماتها ضيقة ومرتفعة. ونسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف الكيكة الجميلة دي اتعملت إزاي. بس ما تنسوش تدعموني باللايكات والاشتراك في القناة. اول حاجة احنا هنجهز المواد الجافة. معايا كوبايتين ونص من الدقيق، عليهم معلقتين من النشا. والنشا دي فايدتها ان الكيكة بتطلع هشة وناعمة ومش مكتومة. وكيس من البيكنج باودر. والدقيق بتاعي ده انا نخلته كويس جدا، لان لما بنخل الدقيق بيخلي الكيكة بتاعتي هشة ومرتفعة. وهنقلب كل المكونات دي مع بعض. خلاص كده احنا هنركن المواد الجافة. يلا نشوف المواد السائلة. عندي هنا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، كوباية من السكر، وكوباية من عصير البرتقال، وكوباية الا ربع من الزيت. هنجيب الخلاط بتاعنا وهنزل بقى بالبيض بتاعي، وبعدين بكوباية من السكر. بما ان احنا حطينا البيض لازم نحط فانيليا. هنحط هنا الفانيليا بتاعتي سائلة، لو عندك فانيليا برتقان او اي فانيليا حطيها. وانا هنا عندي بشرة البرتقان، وخدت معلقة من بشر البرتقان، بيخلي الكيكة بتاعتي لونها وطعمها وريحتها تجنن. هنحط معلقة وهنضرب كل المكونات دي في الخلاط كويس جدا لحد ما يدينا اللون ده والسكر بتاعي يدوب تماما. وبعدين هنزل بالزيت وعصير البرتقال. واحنا الكوباية اللي عايرنا بيها المقادير، كل المقادير عايرتها بكوباية واحدة، نفس الكوباية. وهنرجع نضربهم في الخلاط كويس جدا. وبعدين هنجيب بولة وهنزل بقى بالمواد السائلة دي في البولة. وخلاص بعد ما جهزناها يلا نجيب الدقيق بتاعنا لتاني مرة هننخله. ليه بقى بقول لكم؟ علشان بتطلع الكيكة بتاعتي هشة ومرتفعة. وخلاص كده بعد ما نخلنا الدقيق ونزلناه على المواد السائلة، هنجيب المضرب السلك وهنقلب الكيك بتاعنا ده لحد الدقيق بتاعي ما يختلط بالمواد السائلة بتاعتي، لحد بقى ما تدينا القوام اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. بعد ما قلبناها الدقيق بتاعي اختفى، هو ده القوام المظبوط. لو طلع تقيل معايا شوية هنعمل معلقتين من عصير البرتقال وهنحطهم عليها، لان الدقيق لو طلع بزيادة هيطلع الكيك بتاعي مكتوم. هنجيب بقى الصينية، انا دهنتها بالزيت وعفرتها بالدقيق. الصينية بتاعت الوسط في الصواني، طقم الصواني بتاعنا. وهنزل بكل الخليط ده في الصينية. وانا بعمل الكيك انا مسخنة الفرن على درجة حرارة 180 مسبقا. بعد ما نزلت الخليط بتاعي ده في الصينية، هنبدأ بقى نحطها في الرف الاوسط في الفرن، وما افتحش على الكيك بتاعي الا بعد مرور 35 دقيقة. بعد ما افتح ب35 دقيقة لانها مرتفعة بالطريقة دي وعطانا اللون، هنختبرها بعصاية الشيش طاووق. لما تطلع معايا ناشفة كده وما فيهاش اي مواد سائلة، خلاص الكيك بتاعنا استوى وجميل. المقادير دي مظبوطة للكيك الكيك البرتقال. اعملوها بالطريقة دي وهتطلع بسم الله ما شاء الله معاكم ناجحة ومرتفعة. ونحاول ان احنا ما نزودش في المقادير اللي احنا قلنا عليها، لان انا لو زودت السكر هتطلع معايا ملزقة من الطبقة اللي فوق في الكيك. ايه رأيكم؟ لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تدعموني باللايكات والاشتراك في القناة، واسيبكم في رعاية الله وأمن.